في الأيام الماضية انتشر وباء خطير في جميع بقاع العالم all around the world سميتو متلازمة حكيمي أو حكيمي سيندروم. هذا الوباء أرعب سكان العالم والمغاربة خصوصا. هانتوما غادي تفهموا الخطورة ديالو. You will understand how dangerous it is. هذه الجملة بسيطة، ما تفرحوني ما نفرحكم، ولكن بسبب حكيمي سيندروم كتولي ما تفحروني ما نفحركم. وبما أن المرض عابر للغات كتولي الجملة بالإنجليزية You don't me make باهي I don't you make هيبا. غنمشيو للبحر كتولي غنتميو الحبر بالانجليزيه ليو جو تو ذا شيب. متلازمه حكيمي كتاثر حتى على الجمله اللي فيها كلمتين فحال فوش فيا زعما شوف فيا look at me كل تامي، ولا غير عباره مساء الخير سماء الريخ good evening دوغ جنيف. بل العلماء كيقولوا بلي ممكن تاثر على الجمله المكونه من كلمه فقط، سمعني مسعني listen to me سيلين اوتمي، او جمله نوعا ما طويله انا كنحب الناس كاملين انا كنبح الناس ماكلين اي فول لا ليبل. هذا الوباء كينتشر دابا بسرعه spreading fast، والمشكل انه المغاربه خايفين يقيس الوباء القصر الملكي من بعد زياره اللاعبين الاخيره. منظمه الصحه العالميه The World Health Organization خرجت اليوم بتصريح وسمت هذا المرض letter pattern inconsistency syndrome أي متلازمة اختلال الحروف. قالت أن المرض contagious أي معدي، ولكن scientists العلماء ما عارفينش كي كيدير ينتشر. المهم اللي عارفين أن المصدر الأول ديالو هو the football player أشرف حكيمي. الناس لاحظوا أنهم كيتعادوا مباشرة من بعد ما كيضحكوا على شي حد، وبعض الأطباء كيقولوا you laugh you get kiss sick you laugh you get sick أي تضحك تمرض. الى حد الان ما عارفينش السيمبتومز الاعراض كامله ديال المرض، ولهذا اللي عنده شي سيمبتوم يحطوا في التعليقات. وما تنساوش don't laugh. يلا دوغ باي والى اللقاء. goodbye oh no.